دكتور محمد رفعت مدير لجنه الانديه، في البدايه بنرحب بيك. اجتماع اهم اللجنه النهارده، الاهلي بعت خطاب وفي مفاوضات انه يحضر اهم النقاط اللي توصل. الاجتماع النهارده كان اجتماع مهم. ناقشنا فيه حوالي 6 موضوعات. احنا بقالنا اكتر من حوالي شهر ونص ما اجتمعناش، واحنا بالضروره احنا بنجتمع لحين وجود ما يستدعي للاجتماع. فالفتره اللي فاتت ما كانش فيه ما يستدعي للاجتماع. لما بقى في موضوعات كتيره محتاجه اجتماع، دعينا الاجتماع. حضر كل الانديه فيما عدا نادي الاهلي ونادي وادي دجله. كان أهم الموضوعات مسابقة كأس مصر اللي بينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم. الأندية كانت معترضة على إن الحقوق مشتركة ما بين النادي وما بين الأندية بالكامل وما بين الاتحاد. فالاتحاد تعاقد على المسابقة ووافق على السعر بيع حقوق التلفزيون وحقوق الرعاية بتاع كاس مصر بدون الرجوع للأندية، والأندية اعترضت على هذا. فاللجنة في حضور ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس إيهاب لهيطة والمهندس محمود الشامي اتفقوا على ان يتشكل لجنة من الأندية وفي حضور جميع أعضاء مجلس إدارة، ويقفوا على اتفاق ما بين الأندية وما بين الاتحاد في إعادة النظر في العرض المقدم. ده وفق لنص المادة 69 والمادة 70 من لائحة النظام الأساسي. يعني معنى كلامك ان ممكن مسابقه الكاس الانديه ترجع تسوق قانون تاني؟ لحد دلوقتي لسه ما فيش عقدة مضى. لحد دلوقتي ما فيش عقدة مضى من الشركة الراعية وما بين الاتحاد. تاني حاجة، حقوق البث التلفزيوني على التلفزيون المصري لموسم 2013 2014 لم يسدد حتى الآن 31 و200 ألف مليون جنيه. فالاتحاد أكد إن هو أخذ ضمانات في مسابقة كأس مصر اللي هيشتريها التلفزيون مع الشركة الراعية، إن هو خلال العام هيسدد 4 دفعات متساوية 8 مليون جنيه على 4 دفعات. ويسدد المبلغ اللي هو 31 و200 ألف. ده بالنسبة ده خلال العام، يعني في واحد في 31 3 31 6 31 9 و30 12 25% 25%، يعني 8 مليون في كل دفعة. ده من المديونية السابقة، الى جانب الفلوس بتاعت كاس مصر اللي هم 21 مليون على 3 سنين. مرتضى رئيس اللجنه عقد يعني شكل لجنه من مجموعه من الاعضاء لجنه الانديه ان هم يدرسوا هذا العرض ويقدموا تقرير عن اهم المقترحات. وارد الفتره اللي فاتت، بس من غير تجني على حقوق الشركه الراعيه. ان ال 20 نادي هيذيعوا عادي على قنواتهم اللي هي تعاقدوا معاها، لكن ابو ظبي تاخد حقوق ال 20 نادي تذيعهم مع الاحتفاظ بحقوق القناه. مع الاحتفاظ بحقوق التلفزيون المصري فقط. وهيتم التنسيق من خلال الشركه الراعيه. برضه مش هنبخس حق، يعني مش هنبخس حق الشركه الراعيه الا ولكن كل جنيه هيزيد على العرض اللي كان مقدم من الشركه الراعيه لل 13، واللي هي كانت اللي هي الانديه شايفه ان اي عرض يجي لها تاني هي احق باي مبلغ يزيد عن اللي تم الاتفاق عليه مع الشركه الراعيه السابقه. في موضوع مهم اللي هو الخاص بإشهار رابطة دوري المحترفين. تم إرسال خطاب للسيد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، بنطلب فيه من لجنة الأندية، بتطلب فيه إعطاء اللجنة تصريح مؤقت لإشهار الرابطة لحين صدور قانون الرياضة. وهذا الخطاب بيدرس في الشؤون القانونية في الوزارة، وسيتم الرد علينا في أسرع وقت. وهيتم تشكيل لجنة خلال الأسبوع القادم من السيد المستشار مرتضى منصور والمهندس واللواء محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة ونادي المقاصة، واللواء مجدي اللوزي رئيس نادي طلائع الجيش، والعميد علي غيط. وطبعا المهندس ايهاب لهيطه ومحمود الشامي كممثلين عن اتحاد الكوره. هيتم فيها امكانيه اشهار الرابطه، واذا ما تم ذلك ففي مقر موجود بالفعل قدموا نادي المقصه ونادي تاني، يعني في مقرين في اليات كامله وفي كل الامكانيات الخاصه باداره الرابطه موجوده في المقرين. ناقص بس موافقه الوزير.